كنت انا اللي معلمها له من البدايه. محمد جيت في لحظه قلت له يا محمد انت الناس حبتك في حبيشه كويس قوي لانك منهم، وفضلت منهم فتره كبيره. لما بدات تبقى تروح لاتجاه تاني فصلت عن الناس، فلما فصلت عن الناس ما بقتش من الناس، فقرب تاني يا محمد للناس. عشان كده يمكن عمل جعفر العمدة ده انا عرفته في اول لحظه مثل فيها. بص، هو اول 10 ايام ما كانش موجود، ما كانش الناس بتشوفه، لكن واضح ان السوشيال ميديا دي مهمه جدا وبتغير حاجات كتير قوي. السوشيال ميديا دي هم اشتغلوا بعد ال10 ايام، اشتغلوا جامد قوي على جعفر العمدة وصرفوا فلوس كتير قوي. عايز اقول لك ان هو محمد رمضان طور من نفسه، ومحمد رمضان رجع للناس تاني بجعفر العمدة. وانا بقول له يا رمضان خليك دايما مع الناس، وخليك دايما لامس الناس بتحبك ولك جمهورك. انا مشيت مع رمضان في كل حالاته، الجمهور بيحبه قوي. حافظ على حب الجمهور ليك، وما تعملش غير الحاجه اللي الجمهور بيحبها. مش عايز بقى خليه يفرح بنجاحه، وخليني ان انا ما لومش عليه في اي حاجه. يا رب يفرح بنجاحه ونتمنى له انه نجاح اكتر من كده، لان كل ما يبقى فيه اعمال كتير ناجحه ده حاجه حلوه للدراما المصريه. هي كيمياء حاصله ومريحه بين الاثنين، وسامي فاهم الشارع عايز ايه وفاهم اللعبه كويس قوي.